ماشي. بصوا كده، دي فانكشن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالى كده انا هشرح لكم الفانكشن دي بتقول ايه. انا عندي فانكشن كبيره اسمها فو، ايا كان اسمها ايه مش تفرق معايا، بس دي الفانكشن الكبيره اللي شايله كل الكلام اللي جوه ده. وجوه الفانكشن دي فانكشن صغيره اسمها بو. الفانكشن دي بترجع 3، وفي ريتيرن ستيتمنت بيرجع او بيكول الفانكشن دي اللي هو المفروض ده اخر ريتيرن ستيتمنت يعني. وفي فانكشن تانية اسمها بو، الفانكشن دي بترجع 8. انت من وجهة نظرك باللي احنا اتكلمنا فيه ده كله للفانكشن، انت ممكن تشوف هنا الراجل ده يطلع ايه؟ 3 او يعني هياخد الرقم الاخير اللي هو 8. هطلع 3 و8. هيطلع 3 و8؟ مش هيطلع حاجه. مش هيطلع حاجة؟ لا يعني لو على حسب البرمجه فالمفروض يطلع 8. هيطلع لو ما طلعتوش 8 يبقى انتوا غلط. يطلع 8؟ طب على حسب البرمجة دي، طب اشرحها لي يعني. هو الاول هيمسك عشان دي فانكشن عاديه، فانا مهما ناديت الكول في اي مكان هياخد اخر حاجه. فانا كده كده الاول انا ماشي بالسطر الاول هنزل هياخد 3. مش شرط. تمام. ماشي، انت بتتكلم في الجزء اللي هنا. بعد كده هنزل بتاع هو كده خلاص ناديت 3، بس لما نزلت تاني بقت 8. تمام. فهو كده كده لما بتيجي كل فانكشن انت وصلت ل 8، فبالتالي اصلا هي هتطلع 8. بس الصح لو انت بتتكلم في اي لغة برمجة في الدنيا، انا بقف عند اول ريتيرن ستيتمنت واخرج بره الفانكشن. متفق معايا؟ بريك. لا مفيش بريك، ما عملتش بريك. هي 8. 3 و8 8. ها لا انا مش هطلع اي حاجة. طيب تعالوا نفكر فيها واحدة واحدة، يعني سيبوا لي المثال ده نفكر فيه واحدة واحدة وانتوا تحلوا الباقي. ممكن نقولها يعني هو دلوقتي بقول الفانكشن دي هترجع لي 3، ورجع تحت قال لك هترجع لي ايه، فانا هقول انها هترجع 3. بس ما هو المفروض الريتيرن ستيتمنت في فانكشن ثانيه لوحدها تحت. حلو. انا خلاص وقفت عند اول ريتيرن ستيتمنت، مش عارفين الريتيرن بيوقف صح؟ بالظبط. خلاص يعني المفروض ان انا كل البول اللي فوق دي والموضوع خلص، هيشيل الثلاثه ويحط ديت مكانها 3 ويرجع 3. يعني 3 بس اللي المفروض صح؟ الريتيرن ستيتمنت صح كده؟ ماشي. طيب ده الصح في اي فانكشن في الدنيا بيقف عند الريتيرن ستيتمنت، هي تطلع 8. بس احنا عايزين نفهم ليه، مع ان المفروض ان انا بقول لك ايه، تقف عند اول ريتيرن ستيتمنت وايه وشكرا خلاص هتطلع كام 3، فالمفروض ان هو يشيل البول اللي موجوده هنا دي ويطلع 3 ويخرج صح؟ طيب اللي حصل ايه بقى؟ ما هي دي بتطلع فوق. حلو جدا كده، عايش كده، انت بدات توصل. هو اللي حصل ايه؟ دي نوعها ايه؟ فانكشن نوعها ديكليريشنز صح؟ فبيحصل لها هيوستنج كده كده، ما هي جوه البلوك سكوب صح؟ مش جوه البلوك سكوب بتاع الفانكشن، فهي كده كده فين؟ في سقف الكود. طب والنوع ده هيطلعوا فوق برضه، النوع ده ماله ديكليريشنز، فيحصل له برضه ايه هيوستنج. هتقولي ازاي؟ طب ما هو المفروض ان هنا بيقف عند ريتيرن ستيتمنت. هقول لك ماشي هو ده الصح، بس عمليه الهوستنج اللي حصلت دي هي بتتم قبل الريتيرن، يعني زي الكونسول دوت لوج كده. ده اللي حصل ان هو عمل ايه؟ سحب كل الديكليريشنز فوق، فبقت عمليه الريتيرن نفسها بقت فين؟ هي اخر حاجه تحت. فاللي حصل ان دي اتندى عليها، بس في واحده تانية عملت اوفر رايت عليه، فراحت مطلعه كام؟ 8. طيب تعالى نرجع الكلام دوت تاني ونشوف. يعني هاجي هنا بص هناك كده واشوف. هنا طبعا الريتيرن مش هيرجع حاجه، يعني الريتيرن هنا مش هيطبع حاجه. انا مش كاتب برضه بالظبط. فانا عايز اقول له بس اعملي كونسول دوت لوج للفانكشن دي عشان اشوفها بتطلع ايه. طلعت كام؟ 8. فهمتوها دي كده؟ طيب ماشي، قولوا لي بقى ديت. دي بقى 3 عادي. دي 3 عادي. هي دي غير اللي فوق. عشان في عشان في الاكسبريشن هتطلع 3. هتطلع 3 لان ده فاريبل مش فانكشن. جدع. 3 هو مش هيعمل مش هيطلعها فوق. طيب طيب تعالوا بصوا، انتوا حتى انتوا لو تلاحظوا اللون مطفي صح؟ بس عشان هنا على في اس كود. لو انا مش على في اس كود، لو انا مش على في اس كود الموضوع هيبقى مش باين، فاهمني؟ طب اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل هنا ان دي نوعها ايه؟ اكسبريشن صح؟ فما بيحصلهاش هيوستنج، هتفضل ثابته مكانها. وفي ريتيرن ستيتمنت وفي فانكشن ثانيه نوعها اكسبريشن برضه، فهم الاثنين ثابتين مكانهم مش هيحصل اي حاجه. فهنا في العمليه اللي زي كده هيقف عند اول ريتيرن ستيتمنت ويخرج. طب ما تيجي نتاكد. انا برضو ما عملتش كونسول دوت لوج، فتعالى نعمل كونسول دوت لوج عشان ايه؟ نقول له اطبع لي الكلام اللي موجود جوه الفانكشن ده. طلعت كام؟ 3. حلو. لو احنا طلعنا الفاريبل بول اللي هو بتاع الفانكشن بتاع 8 فور ريتيرن هيطلع لنا 8. لو عملنا ايه؟ لو
لو طلعت ده فوق يطلع 8 ساعتها، انا اللي نقله بايدي، بس انا بتكلم على الفانكشن لو هي كده لا ما تطلع 3. طيب ماشي. نخلي دي بس 8. 3 3 حبيبي دي 2 في بعض. 2 في 4 ايه؟ 2 في بعض. ماشي عادي، بس ما كل ده 2 في بعض. انا اقول لك مش هي كده السطر الاخير ده طالما هو اكسبريشن فمش هتعمل له هوستنج فهو كده مش هيطلع لفوق. بالظبط هتطلع هتطلع كام؟ 3. طيب ما تيجي نفك الحته، نفك الجزئيه دي ونتكلم فيها. ده هيوستنج صح؟ الجزء اللي تحت ده حصل له ايه؟ هو متقسم نصين صح؟ نص ديكلاريشن ونص فانكشن صح؟ فاللي حصل ان هو راح واخد دي هياخد دي يطلعها فين؟ هنا فوق كده صح؟ هتبقى فاريبل بالشكل ده، وبعد كده هيقوم عامل ايه؟ معرف البو بالشكل ده كده. ده شكلها اللي تم يعني، بس هي في الاول في الاخر هترجع ايه؟ هترجع التلاتة دي. تعالى برضه نعمل كونسول دوت لوج ليه؟ للكلام دوت، فانا اقول له كونسول دوت لوج الكلام ده. طيب ماشي. طلع 3 بره. ماشي. ممكن نطلع بس فوق ثانية اشوف الاكزامبل اللي فات. فكرة ان في ظرف عشان تكون اتلخبط. مش البحر. مش حاسسها هيطبع حاجة. كده بس عايزك طب ليه مش هيطبع حاجة؟ عشان الفريق من فوق. معرف فاريبل ان هو فانكشن. معرف يعني انا في فاريبل بس انا مش عارف ما هي فانكشن عادية. هي فانكشن عندنا بس دي اكسبريشن، بس لما نخش جوه هو كده بيعدي على جوه واحدة واحدة. قبل بتاع 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة undefined. يا اسطى انا محتار بين 3 وانفايند. هي مش undefined، استحالة تبقى undefined. ماشي، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة 3. 3. 3 برضه. هو 3 بس انا اقول لك هي كده الفار اللي فوق هي كده خلاص هي محطوطة اللعب كله في الحتة اللي جوه. بص هو اللي تحت مطفي. هو كده ما هو اللي تحت. حلو، بس هو لما بيجي يسألك في الانترفيو ما بقاش عاملها لك على في اس كود، بقى كاتبها لك في ورقة بس انا مقتنع ان هي 3. عظم. هو مفيش حل قدامه غير ان هو يرتين الثلاثة. 3 برضه؟ بس انا مش فاهم الحتة بتاعت الفاريبل بتاعت الفانكشن. عادي فانكشن عادية. موجودة عادي. دي فانكشن عادي. كانوا زي الاكسام اللي فات خدوا اللي هي الإكسام ماشي ده عادي. فانكشن. ملهاش علاقة، هي فانكشن عادية. 3 صح؟ هيطلع لنا دلوقتي لا بس فكروا كده مرة كمان عشان خاطر انا يعني. طب قبل ما البتاع ده يتظبط.